السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بما ان الشتاء دخل علينا فمفيش احلى من القرص الفلاحي في البيت. فان شاء الله النهاردة هنعمل مع بعض شوية قرص محترمة هتكفيكي مدة طويلة وتقدري تحتفظي بيهم في الفريزر. وعايزة اقول لكم بدون مبالغة ان انتم هتعملوا احلى قرص فلاحي ممكن تجربوها في حياتكم. مفيهاش ولا غلطة، سهلة وبسيطة وما بتاخدش وقت نهائي. يلا بينا نشوف الطريقة وان شاء الله تعجبكم. وقبل ما نبدأ ما تنسيش تعملي لايك للفيديو. نبدأ على بركة الله ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. انا معايا كده في الطبق البلاستيك اي بقى حاجة تعجني فيها تريحك او سلستين، اي حاجة تعجبك. كيلو من اللبن يكون دافي يا بنات، وعليهم كوباية سكر. انا هعمل هنا 2 كيلو من القرص وعليهم معلقتين خميرة، وان شاء الله هكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. ونبدأ نقلب كده المقادير مع بعضها. عايزه تختبر الخميره بتاعتك مفيش مشكله، بس انا عشان عارفاها ومتاكده منها بشتغل على طول. تقدري تسيبيها 5 دقايق او 10 دقايق لحد ما ترتفع، وبعدين ترجعي لها تاني تكملي بقيه المقادير عليها. ومعايا هنا كوبايتين من السمنه. انا عم مسيحه كوبايتين من السمنه النيوزيلندي. لو انت عايزه تحطي كوبايه سمنه وكوبايه زيت مفيش مشكله، على حسب اللي عندك. وبصي ما توقفيش نفسك عند اي حاجه. ومعايا هنا 2 كيلو من الدقيق. وحمرت انا دلوقتي زي ما انتم ما شايفين معلقتين من الشمر، بس سايباهم سلام، ما طحنتهمش ولا اي حاجه. وحطيت هنا يا بنات التركه اللي بقول لكم عليها دي بقى، خدوا بالكم منها. معلقه من البيكنج باودر ممسوحه، يعني ما يعادل 10 جرام للاتنين، يعني دي 5 جرام ودي 5 جرام، ما يعادل 10 جرام. ونبدا نقلب المقادير مع بعضها. وبعد ما نقلبها المقادير الجافه تنزل على السوائل اللي احنا قلبناها مع بعضها. اهم حاجه يكون السكر داب يا بنات، وكل المقادير اللي احنا حطيناها في الاول تكون دابت. وتبداي تعجني. المضرب هيبدأ يعوقك ومش هيخليكي تاخدي حريتك زي ما انا ما هعمل كده. تبدأي تشيليه وتعجني بايديكي. مفيش احسن من انك تعجني بايديكي. عندك عجان تمام، حطي في العجان وهتطلع لك المقادير مظبوطه باذن الله تعالى. انا يعني الحمد لله رب العالمين، بس لما ببقى ايدي كويسه بعجن، ايدي بتبقى تعبانه بعجن في العجان على طول. فشوفي المتوفر عندك واستخدميه. تمام كده. تبدأي بقى تعجني كده لحد ما تخلي الخليط كله يتجانس مع بعضه والدقيق يختفي تماما. عايزين الدقيق يتشرب كل السوائل اللي قدامك دي. بصوا يا بنات، انا مش عايزاكي ايه يعني تعجني جامد بايديكي كده او بصبعك كده، وفي الاخر يعني ايه اديها عجنه بسيطه برضو، يعني ما تتكيش عليها قوي في العجن. بصوا يا بنات مفروله ازاي. هعمل لها ايه بقى؟ يا تكمليها لبن يا تكمليها ميه. في دقيق يا بنات بيبقى محتاج سوائل كتير، وفي دقيق ما بيحتاجش سوائل كتير. الدقيق المره دي معايا احتاج سوائل كتير. طول ما انت ما بتعجني هتبقي شايفه هي بتحتاج قد ايه. يعني ما حطيتش الميه كلها، حطيتها على مرتين. وتعمليها واحده واحده. يعني انت مش لازم تعملي على مرتين برضو، ممكن تعمليها على 3 أو 4 حسب ما انت ما شايفه. بصي عامله ازاي، تحسي ان هي بتلزق، لا هي لسه ما شربتش السوائل. يعني لسه الدقيق ما شربش السوائل. اول ما هيشرب السوائل بتاعته هتلاقيها بقت ناعمه. اهي تمام كده. بصي ناعمه ازاي، طلعت كلها من ايدي وبقت تمام التمام. ان شاء الله مش هتاخد معاكي وقت حرفيا. بصي الوش بتاعها يبقى ناعم ازاي، هوريها لك دلوقتي كده قدام الكاميرا. بصي يا بنات، ناعمه وشها ناعم وجميل. خلاص كده تمام، على بركه الله. تجيبي بقى الصاجان بتاعتك او الصواني بتاعتك ايا ما يكون اللي انت بتحطي فيه القرص، وهتبداي تمسحيها بمسحه زيت وتحضريها. وتحطي العجينه بس ترتاح 10 دقايق بالظبط، يعني مش اكتر من 10 دقايق، لان احنا هنسيبها تختمر على طول في قلب الصاج. وتغطيها. تمام، هي ارتاحت كده ال10 دقايق بتوعها دول حلوين قوي. انا مش عايزاها تخمر يا بنات، لان هي كده كده لسه هتخمر في قلب الصاج. تمام كده. بصوا بقى، انا معايا الميزان. عايزه تعمليها 30 جرام تمام، 40 جرام تمام. شوفي الحجم اللي يعجبك. يعني شوفي الحجم اللي هيعجبك ايه. انا بالنسبه لي عملتها 50 جرام، يعني زادت جرام 2 جرام بقت 52 مش قضيه، بقت 48 49 مش قضيه. انا جبت لكم 50 جرام طلعت 51 جرام مش مشكله. فالقرصه بالنسبه لي كده حجمها حلو. هعملهم كلهم كده نفس الحجم، هعملهم كلهم على الميزان واحطهم في صينيه. وهبدا زي ما انتم ما شايفين كده، مسحت بس الصاج مسحه خفيفه، وبدات افردها زي ما هي كده. حطيت كل كوره وبدات ايه افردها بايدي كده. بصوا بقى، انا مش عايزاكم تفردوها قوي قوي زياده عن اللزوم.
كل ما عليكم ان انتوا هتعملوها بارتفاع 2 سنتي او 1.5 سنتي. يعني انا مش عايزاها تبقى تحت قوي بحيث ان هي تبقى ملحمه، لما انت تطلعيها من الفرن وتيجي تاكليها تلاقيها كده ايه ملحمه وطريه. لكن لو فردتيها قوي ودوست عليها جامد هتحسي ان هي يعني بقت رقيقه قوي، وهتحسوها ان هي ناشفه، لان هي لما هتستوي معاكي هتنشف. فانت بقى لو عايزاها طريه هتعمليها زي ما بقولك كده بالظبط. حرفيا مش هتاخد منكم 5 دقايق او 10 دقايق، هتعملي الكميه كلها كده، تكوريها بايديكي وتبداي ترصصي زي ما انت ما شايفه. وبعد ما ترصصيها هتعيدي عليهم كلهم من اول وجديد وتبداي تفردي بايديكي. يعني انا مش عايزه اقول لكم يا بنات مفيش اسهل من كده. تمام كده. بصي بقى هفرد ازاي. يعني لو عديتي من 1 ل3 مش هتلحقي تكملي 3، هتلاقي نفسك فردتيها في ثانيه. شايفين السمك يا بنات؟ انا مش عايزاها تنزل قوي. تمام كده. في الوقت ده تبقي مولعه الفرن. يعني انا بصراحه في المخبوزات بخلي الفرن اعلى حاجه عندي. انا هعمل حبه في الفرن الكهربائي وهعمل حبه في الفرن اللي هو الغاز عشان احط الكميه مره واحده، لان احنا بنحطهم في الصاج يخمروا، وبعد كده ايه الاول ننغزهم بالشوكه وبعد كده نسيبهم يخمروا عشان ما ترتفعش معاكي. وهسيب حبه مش هنغزهم، يعني هعمل حبه كده وحبه كده عشان لما ترتفع معايا. اولادي يعني بيحبوا ان هم يحطوا فيها حته جبنه كده بقى ايا كان نوع الجبنه، وياكلوها بيها بتبقى جميله جدا، او مع كوبايه شاي او كوبايه شاي بلبن، زي ما تحبوا تفطروا بيها على الصبح كده بتبقى جميله. وتحتفظي بالباقي في الفريزر، تشريه في قلب كيس ما يكونش ايه يعني مخروم ولا حاجه، بحيث ان هو ما يبقاش فيه ميه ولا اي حاجه تخش الايه للقرص دي. تمام كده خلاص، ما فاضلش معانا الا ايه اخر واحده. انا بعمله على اعلى حاجه يا بنات، في الفرن الكهربائي بشغل من فوق ومن تحت. خلاص هي كده هتخمر، وبعد ما هتخمر هدخلها. ما بتاخدش في الفرن بالظبط، لو الفرن بتاعك حامي ربع ساعه بالكتير. هي في الاول خدت معايا تلت ساعه لان الفرن ما كانش لسه سخن. بصوا يا بنات عامله ازاي اتنفخت وبقت جميله ازاي. درجه الحراره عاملاها على كام قدامكم؟ على 250. حرفيا ما خدتش غير ربع ساعه. في الاول صاج خد معايا تلت. بصوا عامله ازاي جميله، بسم الله ما شاء الله، ومنفوخه، والتسويه من فوق زي التسويه من تحت كلها واحد. بصوا بقى انا هنا في صاج في الفرن الغاز، يعني ايه سهيت عنه شويه. لما سيت عنه شويه يعني ايه اتلفح شويه كده، فتحس ان هو ايه اتحرق جزء منه كده، الوش بتاعه اتحرق. لكن بصي هنا التسويه عامله ازاي، تقفي قدامها ما تخرجوش وتسيبوها يا بنات، تفضلوا واقفين قدام الحاجه عشان تطلع التسويه واحده كلها. بصي الطراوه بتاعتها، هقطع لك واحده انا دلوقتي. بصي وملحمه ازاي، اهو ده اللي انا اقصده. مش عايزاكم تعملوها رفيعه قوي بحيث ان هي يبقى فيها لحم وتعرفوا تاكلوها وتفضل طريه معاكي وما تنشفش كمان، وهتاكلي احلى قرص باذن الله. ايه رايكم؟ ان شاء الله تعجبكم، جربوها وهتدعوا لي باذن الله تعالى. بصي بقى هوريكي كام واحده، انا كنت ممكن ما اوريهالكيش، اشيل لك الجزء اللي اتحرق دوت. هو مش اتحرق بس وشه اغمق شويه وما اوريهولكيش. اهو بصي الطبق اللي هو التالت ده اهو قدامك اهو، اللي هو جنب المستطيل، في كام واحده اتعملت ازاي، لان الصاج دوت سبته، تفضلي واقفه جنبها وان شاء الله هتاكلي احلى قرص. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص. ان شاء الله الفيديو يعجبكم، واشوفكم في فيديو جديد ووصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.